طيب فيديو سريع انا حابب اتكلم عليه عن الدعاء اساسا. الليله دي اخر ليله، واحنا محتاجين يعني اكتر حاجه نعملها في الليله دي هي الدعاء لربنا والتضرع ليه، حسنا ان ربنا يعني يقبل مننا ونتكتب من العتقاء من النار في رمضان. ولو اتكتبت من العتقاء من النار حقيقي حياتك هتتغير، لان ربنا هياخد بايدك في كل حاجه. هتتكلم يعني كل حاجه هتعملها هتكون بمعونه من ربنا، ودي حاجه عظيمه. لو يعني لا يمكن يعني دي محتاجه فيديو لوحدها طويل الواحد يتكلم فيها يعني ايه اصلا انت عتق من النار. طيب انا عايز اتكلم عن الدعاء عشان الناس تنزلوا وتصلوا صلاه التهجد. دي اخر فرصه ودي اخر صلاه، صلاه التهجد وصلاه الفجر ما تفوتهمش. خلاص كده رمضان باي باي. خليني عايز اتكلم عن يعني ايه معنى المناجاه. المناجاه يعني ان انت بتكلم ربنا ببساطه شديده جدا. وفكره ان انت تحب مناجاه ربنا يعني ان انت بتحب تكلم ربنا. والكلام مع ربنا بيختلف عن الكلام مع البشر، ان انت لازم دايما لما تكلم ربنا تعطيه قدره الاول. فلذلك دايما بتلاقي ان الشيخ لما بيدعي في الجامع بيبتدي بالثناء على ربنا، بالثناء وبعد كده الحمد وبعد كده التهليل والتكبير. يعني ايه الثناء؟ يعني بيقول اللي هو ان هو بيثني على الحمد، يعني اللي هو بيقول انه يعني يا ودود يا كريم. هو بيذكر الله باسمائه الحسنى، فين الشيخ بيقول الدعاء يعني هو عمال يمدح في ربنا. فده الثناء. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، كل انواع بقى الحمد لله ملء السماوات والارض، كل انواع الحمد اللي ممكن تتقال. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. آه، التكبير عامة هو في صيغة الله أكبر بأشكال مختلفة بقى اللي بيقولوها الشيخ. والتهليل اللي هو إن أنت يعني لا إله إلا الله بكل أشكالها وصورها. ان انت تقول التوحيد اللي هو انت بتقول بتوحد ربنا، بتثبت الوهيته ووحدانيته ان هو ما فيش اله غيره. الحاجات دي مهمه قبل الدعاء ليه؟ انت دلوقتي بتكلم ربنا اعظم، يعني ذو العظمه، يعني مش اعظم حتى، هو ما فيش حد يقارن معه، هو ذو العظمه والجلال كله. فانت بتطلب منه حاجه، نفسه ان هو يهديك، نفسه ان هو يصلح حالك، نفسه ان هو يقبل لك دعوه، نفسه ان هو يعتقك من النار في رمضان، من النار في رمضان ويغفر لك. فانت انت يا اخي، ده انت لما بتروح تكلم بني ادم مثلا مديرك ولا حاجه بتقعد تحاول تجر معاه نعمل الاول وبتاع، ما بالك ربك. فما تزهقوش يا جماعه من الشيخ في الجامع لما يطول مثلا ان شاء الله حتى يقعد ربع ساعه يدعي ويقول الكلام ده، وتبقى عايز تخش اللي هو اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. الدعوه دي مهمه، بس فين التمجيد والتسبيح لربنا؟ فين حق ربنا علينا وفين حبنا ليه؟ فاهمين؟ فانا سمعت كتير ان الناس بتتململ من الفكره دي. ده بالعكس، ده بالنسبه لكم الحاجه دي حاولوا تستشعروها الليله دي. يعني حاولوا تستشعروا الليله دي في اخر دعاء، في اخر ليله في رمضان على ما اعتقد، يعني اذا كان في بكره ليله في رمضان، بس دي اخر ليله وتريه كمان، فاحتمال تكون ليله القدر ان الجو لطيف جدا لا هو ساقع ولا هو سخن، وفي نسمه هواء لطيفه جدا والدنيا ساكنه جدا. فما تستبخلوش في مناجاه ربكم. اسمعوا بقلبكم لما الشيخ يتكلم ويقول الدعاء اللطيف جدا اللي هو بيمدح فيه ربنا وبيحمده وبيشكره ويمجد فيه. اسمعوا بقلبكم، ده اهم جدا من الدعوات ذات نفسها. الدعوات مهمه، وربنا كده كده عارف كل واحد قلبنا فيه ايه، وممكن يقبله لك اصلا من غير ما تدعي. بس ادي الله حقه، والله لن نوفيه حقه حتى لو حاولنا. بس حاول ان انت تمجده وتثني عليه وتقول ورا الشيخ بقلبك فعلا. ماشي؟ دي اخر ليله وبجد، حتى لو ما كنتش عملت اي حاجه نهائيا في رمضان اي حاجه، بس الليله دي وانا طالع من الفيديو ده عشان كده، لو الليله دي ليله واحده بس يعني قعدت فيها وركزت وعملت اللي عليك ودعيت ربنا من قلبك وقعدت تحمده وتناجيه وتسمع ورا الشيخ وهو بيدعي في صلاه التهجد وتامن وراه وتقول الحمد لله والله اكبر، طبعا في سرك ما تقولش بصوت اعلى يعني، بس كل ما الشيخ يقول يعني يقول يا الله نشهد زي ما الناس بتقول، بس في سرك يعني امن على فكره الحمد والشكر والثناء وتكبير ووحدانيه ربنا. وبعد كده لما يدعي الشيخ يعني ركز في الدعاء وامن عليه بقلبك، يعني افهم الدعوه وامن عليها بقلبك. اقرا قران على قد ما تقدر الليله دي. و يعني في الفيديو اللي قبل ده، او يعني انا هحطه برضه في الديسكربشن ده، دعاء مهم، او يعني مش دعاء، آم، ذكر مهم جدا جدا. ذكر احسن من الذكر العادي اللي بيتقال. ولو دي سلطه ليله القدر فتخيل ليله القدر خير من الف شهر، والذكر ده يقال ان هو افضل من دعاء الليل والنهار، وفي مقولات تانية تقال ان هو احسن من ذكر مليون سنه. فيعني ارقام غريبه. فتخيل ده لما يضرب في ده، انت اللي هو خلاص خدت سيئات يا سوري خدت حسنات لحد ما خلاص بقى نهايه الدنيا كلها. ركزوا يا جماعه، دي اخر ليله، احنا مش ضامنين ان احنا نوصل رمضان تاني ولا لا. وايام ربنا كلها ايام ربنا، لكن رمضان مختلف. رمضان ربنا بيبقى نازل كده، مين يغفر له ومين يستغفرني واغفر له. حرفيا حرفيا بالبساطه دي، اي حد بيقول بس استغفر الله العظيم ربنا بيغفر له. رمضان مختلف.
ما تفوتهوش اخر كام ساعه، ما تفوتهوش والله العظيم ما حد هيخسر الا انت. لو شفت الفيديو ده وفي الاخر رحت برضه تعمل اي بتاع، يعني اللهم قد بلغت.